خلينا ناخد فكرة سريعة عن كتاب إنكار الموت لإرنست بيكر، واللي بيحلل إزاي خوفنا من فكرة الفناء دي بتشكل كل حاجة في حياتنا تقريباً. الكتاب ده على فكرة واخد جايزة بوليتزر سنة 74، وبيطرح فكرة جريئة جداً. في الشرح ده هنتكلم عن فكرة ممكن تكون الصدمة شوية، فكرة ممكن تغير نظرتنا لكل حاجة حوالينا. بتقول إن كل طموحاتنا وإنجازاتنا وحتى صراعاتنا كلها بتدور حوالين حقيقة واحدة بنقضي عمرنا كله بنحاول نهرب منها. خلينا نبدأ بسؤال أكيد كلنا بنسأله لنفسنا بطريقة أو بأخرى. ليه بنجري ورا الطموح؟ ليه بنبني حاجات عايزينها تكمل بعدنا؟ ليه فكرة إننا نتنسي دي فكرة مرعبة قوي كده؟ الرغبة دي في الخلود هي بالظبط مفتاح كل حاجة. الإجابة الغريبة دي جت من عالم أنثروبولوجيا ثقافية اسمه إرنست بيكر في كتابه إنكار الموت. الكتاب ده مش مجرد تحليل نفسي عادي، لا، ده بيعتبروه مفتاح بيفك شفر الحضارة الإنسانية كلها. طيب يلا بينا ندخل في صلب الموضوع على طول ونشوف إيه هو الدافع الأساسي اللي بيكر بيتكلم عنه. وهنا بقى بيجي الصدام الفكري الكبير. لقرون طويلة كانت فكرة فرويد هي المسيطرة، إن الجنس هو اللي بيحركنا. لكن بيكر جه وقدم نظرية تانية خالص ومقلقة أكتر بكتير، إن كل اللي بنعمله في حياتنا هو مجرد محاولة معقدة عشان نهرب من حقيقة إننا كائنات هتموت في الآخر. بيكر بيقول إن وعينا بفكرة إننا هنموت في يوم من الأيام هو المحرك الخفي ورا كل حاجة، حرفياً كل حاجة، ورا بناء الأهرامات وكتابة الشعر وتأسيس الشركات وحتى الحروب. الحضارة كلها بكل تفاصيلها وتعقيداتها هي مجرد آلية دفاع ضخمة ضد الرعب ده. طيب إزاي بنتعامل مع الرعب الوقودي ده؟ بيكر بيقول إننا بنخترع حاجة سماها مشاريع الخلود. مشروع الخلود ده هو الدرع النفسي بتاعنا، هو القصة اللي بنحكيها لنفسنا عشان نحس إن حياتنا ليها معنى، وإننا مش مجرد كائنات بيولوجية وخلاص هتنتهي. بنحس إننا بنساهم في حاجة أكبر مننا، حاجة هتفضل عايشة حتى بعد ما نمشي. المشاريع دي ممكن تكون أي حاجة، ممكن تكون الشغل اللي بنكرس له حياتنا أو ولادنا اللي بنشوف فيهم امتداد لينا، ممكن تكون إيماننا بدين بيوعدنا بحياة بعد الموت، أو حتى انتمائنا لوطن بنحس إنه كيان خالد. كل دي طرق بنقول بيها لنفسنا أنا مهم وحياتي ليها قيمة أكبر من مجرد جسدي الفاني ده. اللي بيحصل بالظبط هو إننا بنفصل نفسنا لجزئين: الذات المادية اللي هو جسمنا اللي بيكبر وبيعيا وبيموت، والذات الرمزية اللي هي سمعتنا وإنجازاتنا وتأثيرنا في العالم. وبنرمي كل تركيزنا وطاقتنا في الذات الرمزية دي عشان نحاول ننسى مصير الذات المادية المحتوم. طيب مش كل الناس بتقدر تلاقي مشروع بطولي أو تؤمن بيه. إيه اللي بيحصل للناس دي؟ هل بيواجهوا رعب الموت وش الوش كده؟ لأ، بيلجأوا لأساليب تانية. بيكر بيسمي الحاجات دي المسكنات. يعني بدل ما نبني مشاريع عظيمة بنغرق نفسنا في متعة لحظية، أو بنشتت انتباهنا بحاجات تافهة. بنفضل مشغولين طول الوقت عشان ما نديش لعقلنا فرصة يفكر في الحقيقة اللي بتقلق دي. في النهاية الهدف واحد: الهروب من القلق. بس إيه اللي بيحصل لما الدروع دي بتقع؟ لما مشروع الخلود بتاعنا بينهار أو المسكنات دي بيبطل مفعولها؟ هنا بقى بندخل للجانب المظلم من نظرية بيكر. بيكر كان عنده وجهة نظر مختلفة خالص عن الصحة النفسية. في الاقتباس ده هو بيقول إن الأمراض العقلية هي في جوهرها فشل في التعامل مع حقيقة إننا مجرد مخلوقات، يعني كائنات فانية وضعيفة. يعني مثلا الاكتئاب من وجهة نظره بيحصل لما الشخص يحس إنه مشروع الخلود بتاعه، شغله، عيلته، أيا كان، انهار. فجأة الدرع ده بيقع وبيلاقي نفسه في مواجهة إحساسه بالتفاهة والفناء. أما الفصام فهو العكس تماما. الشخص بيهرب جوه مشروع خلود شخصي لدرجة إنه بيبني واقع بديل لنفسه وينفصل تماما عن الحقيقة. النقطة المهمة هنا إن بيكر ما كانش شايف إن المرض النفسي ده حاجة غريبة، لأ، هو كان شايف إن العصاب أو النيوروسيس هو الحالة الطبيعية لكل البشر. كلنا بنضطر نضيق رؤيتنا للواقع ونتجاهل أجزاء كبيرة منه عشان نقدر نعيش ونقوم من السرير الصبح. كلنا بنعمل كده عشان نحمي نفسنا من الحقيقة الكاملة للوجود اللي هي بصراحة أكبر من إننا نستحملها. ودلوقتي خلينا نوسع الصورة شوية من الفرد للمجتمع. إزاي النظرية دي بتفسر أكبر الصراعات في تاريخ البشرية؟ الموضوع بسيط بشكل مرعب. كل ثقافة بتقدم لأفرادها مشروع خلود جماعي زي دين أو أيديولوجية قومية. المشروع ده بيدي للناس معنى وإحساس بالبطولة. المشكلة بتحصل لما الثقافة دي تقابل ثقافة تانية عندها مشروع خلود مختلف تماما. مجرد وجودهم بيشكك في صحة مشروعنا، والنتيجة عشان ندافع عن إحساسنا بالمعنى والخلود بنحاربهم.
بيكر بيقول إن الحروب والإبادات الجماعية والعنصرية كلها في جذورها صراع بين مشاريع خلود متنافسة. والرغم إن أفكار بيكر صادمة إلا إن تأثيرها كان ضخم جدا ومستمر لحد النهاردة. في سنة 1974 كتاب إنكار الموت فاز بجائزة بوليتزر، ودي واحدة من أرقى الجوائز الأدبية في العالم. والمفارقة المؤلمة والمؤثرة في نفس الوقت إن التكريم ده جه بعد شهرين بس من وفاة بيكر نفسه. كان القدر بيقول إن حتى الشخص اللي قضى حياته بيفسر سعينا للخلود هو نفسه ما هربش من الفناء، لكن عمله هو اللي حقق له الخلود ده. تأثير الكتاب ده كان مذهل، هو الأساس اللي اتبنى عليه فرع كامل في علم النفس اسمه نظرية إدارة الرعب. ظهر في أفلام مشهورة زي فيلم وودي ألين أني هول. الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون قال إنه من كتبه المفضلة، وحتى كتب التنمية الذاتية اللي بنقراها النهاردة زي فن اللامبالاة مبنية بشكل أساسي على أفكار بيكر عن مواجهة حقيقة الموت. وفي الآخر بنرجع تاني لنفس النقطة اللي بدأنا منها، بس بسؤال مباشر أكتر. بعد ما فهمنا كل ده، السؤال الحقيقي هو إيه هو مشروع الخلود الخاص بكل واحد فينا؟ إيه القصة اللي كل شخص بيحكيها لنفسه عشان يحس إن حياته ليها معنى؟ لأن الإجابة على السؤال ده ممكن تكون أهم اكتشاف في رحلة أي إنسان.